السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب خاله. يا رب يوم طيب، يا رب يوم سعيد عليكم. النهاردة 8 مارس الموافق 18 رمضان. كل سنة وانتم طيبين. شهر رمضان جري وبيودعنا بدري بدري. يا رب بعودة ان شاء الله يجي لنا في احسن حال السنة الجاية. النهاردة جايين نحلل ماتش الزمالك والاتحاد السكندري. طبعا زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت يوم الجمعة، انتظروا ماتش جامد، كورة حلوة، اتفرجنا على متعة. طبعا جمهور الزمالك ابهرنا بالاعداد الكبيرة اللي كانت موجودة جوه الاستاد، والدعم الرهيب اللي شفناه منهم طوال الماتش وطوال ال 90 دقيقة بيشجعوا بروحهم وبقلبهم. طبعا هو الزمالك السنة دي كان في ظروف خاصة، وكان كله بيقول الزمالك مش هينافس على الدوري. يعني الزمالك اخره ان هو لو هيبقى مع السبعه الكبار يبقى الحمد لله بالظروف اللي عنده. كان وقف القيد او عدم السيوله الماليه للعيبه في مرتباتهم وفلوسهم. فطبعا شفنا عكس ذلك، شفنا الزمالك لحق نفسه طبعا بالمنقذ اللي انا طول عمري يعني اتكلمت عليه كتير، كابتن معتمد جمال. لما مسك من فتره وكان ماشي مع الزمالك كويس جدا، والزمالك كان جايبه مؤقت وبعد كده غير وجاب مدير فني اجنبي. وانا كنت شايف اداء الكابتن معتمد جمال اداء كويس جدا، بيعرف يدي الروح المعنويه للعيبه كويس قوي، ويديهم الحوافز ويديهم الدوافع ان هم يخليهم في احسن حال. فاتفرجنا عليه، واول ما قالوا ان هم هيكونوا المدير الفني يانيك فيريرا ويمسكوا معتمد جمال، انا كنت قلت لبعض الزملاء معايا ان الزمالك هيقف على الطريق الصحيح، والزمالك هيأدي اداء كويس جدا. حتى اذا كان يعني بعض الزملكاويه قالوا لي ازاي ومش ازاي، ده احنا عندنا ظروف ومش ظروف. قلت لهم مفيش الكلام ده. المدير الفني المصري يا جماعه ليه قيمته، وبيعرف يلعب على اللاعب المصري اذا كان في عقليته او يهيئه ان هو يطلع كل اللي عنده واحسن حاجه عنده. وده في كتير بيختلف، يقول لك لا احنا نجيب مدير فني اجنبي، اصل المجاملات، اصل مش عارف ايه، اصل مش هيقدر يستحمل الضغوط. وادينا شايفين عكس ذلك. كابتن معتمد جمال من ساعه ما مسك نادي الزمالك وعامل اداء كويس، عامل نتائج كويسه جدا. ما شاء الله، طلع ناشئين وطلع ثلاثه. شفنا محمد ابراهيم الباك اليمين قد ايه ولد بيلعب كوره كويسه، قد ايه ما مش خايف، بيلعب وبيدافع، كورته حلوه. شفنا محمد السيد بدأ الكابتن معتمد جمال يغير فكره وجدد للزمالك، وشفناه في احسن حالات لمحمد السيد. وشفنا مين تاني كان برضو بيلعب ناحيه المدافع اللي طلعوه بس مش متذكر اسمه، كان كويس برضو بس كان محتاج بعض الوقت. شفنا حاجات كتير. شفنا ناصر منسي بقى، الناس طبعا بيقولوا عليه ان هي بتيجي، لا هو مش حظ. الراجل ده بيجتهد في الكوره، بيلعب، بيتمرن كويس، شغال على نفسه كويس. عشان كده لكل مجتهد نصيب، ربنا بيبارك له. الراجل كل ماتش ليه بصمه مع نادي الزمالك. ماتش بيراميدز هو ال يعني بعد ربنا ان اجتهد في الكوره وضغط، جاب ضربه جزاء وجاب جون الفوز. حسام عبد المجيد من ضربه جزاء. يوم الجمعه، يوم السبت، الراجل عمل ماتش جامد جدا. معلش، هو يوم الجمعه عمل ماتش جامد جدا. شفنا التيك اوف بتاعه وحط الكوره ووجهها، وكان بيضغط وكان بيلعب بمساحات وكان بيعمل زمايله اسيستات. لا عمل ماتش حلو قوي، وبيعرف يضغط كويس وبيعرف يلعب كويس. عنده الحماس، عنده الحنيه، روح الفانيلا البيضاء. لا بيلعب وتحس ان هو ابن من ابناء نادي الزمالك. فمحدش يقعد بقى يقول ان هو برقاوي وده على الله هي ماشيه معاه. لا، هو مش ماشي معاه، هو مجتهد وبيجتهد وشغال على نفسه كويس جدا. فيستحق ان احنا نقول عليه كويس ناصر منسي، والناس تدعمه لان هو لاعب كويس ولاعب مجتهد، لاعب هيفيد المنتخب مصر برضه. لما انت ان شاء الله رايح على كاس العالم، واحد زي ده احنا كنا بنقول للفراوده والمهاجمين لا، عندنا ناصر منسي، عندنا مصطفى محمد ان شاء الله، ويطلع واحد واثنين وثلاثه تاني معاهم يبقوا كويسين، نقدر ندعم ان المنتخب مصر يبقى عندهم مهاجمين كويسين. عشان احنا عندنا الحته دي بصراحه كنا شايفينها فيها تاثير في الافريقيه شويه، وكان بيلعبها مرموش. فاحنا ان شاء الله ناصر منسي مع مصطفى محمد مع يطلع اثنين ثلاثه كمان ان شاء الله لحد شهر 6 يكون الكابتن حسام حسن قدر يختار الحد المناسب اللي هو يزاملهم، فهيبقى المنتخب ان شاء الله معاه مهاجمين كويسين يقدروا ينفعونا في كاس العالم ان شاء الله. فطبعا شفنا الماتش كان ماشي كويس جدا. نادي الزمالك نزل، اللي انا شايفه جديد مع نادي الزمالك الفتره دي، واللي شايفه برضو ان هو واخد طبع ان ايه، انا مش هضيع ولا نقطه مني. بينزل يلعب من اول، من صفاره الحكم، من اول ما بيصفر الزمالك بيلعب كله ضغط عالي، تحس ان اللعيبه كلها كتله واحده. ده انا ملاحظ عبد الله السعيد عنده 40 سنه بيعمل سبرنتات، واحد عنده 20 سنه بيجري في الملعب اكنه عنده 20 سنه، اكنه اول مره يحقق بطوله، عايز يحقق بطوله مع نادي الزمالك.
فدي روح غريبه، دي جديده على الزمالك، انا اول مره اشوفها مع مسانده الجماهير اللي هي انا بقول طول عمري ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي واتشرف ان انا من جمهور النادي الاهلي. بقول هو الجمهور هو العامل الوحيد اللي يقدر يكسبك بطوله، الدعم بتاعه، المؤازره بتاعته. فالجمهور الزمالك من قبل بدايه الماتش هتافات، تشجيع، اعداد كبيره، تحس ان هو ماتش نهائي، ان هو ده ماتش الدوري. فده كل قيس بقى على كل ده، كل ماتش جمهور الزمالك بيساند معاه مع الدعم النفسي والمعنوي من معتمد جمال والتشكيل اللي انا بشوفه على طول بيبقى فيه تكات كده صغيره بيقدر يعملها مع اللعيبه. بتحس ان في الدنيا الزمالك نازل خلاص الماتش بتاعي انا مش هفوته، وده اللي انا شايفه فيه بقى لي فتره غير المواسم السابقه. يعني الزمالك كان فيه من مواسم سابقه كان بيبقى في احسن حالاته معاه لعيبه كويسه جدا، بس ما كانش فيه الروح دي. دي جديده بصراحه انا شايفها، وده يخليك تقول ان الزمالك السنه دي هيبقى المنافسه ما بين النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز صعبه جدا. وده مش يقلل من النادي الاهلي، طبعا انا راجل اهلاوي بقول لك ان شاء الله اتمنى النادي الاهلي ياخد بطوله الدوري، بس احنا بنقول الحق، بنقول اللي احنا شايفينه على ارض الواقع، ان نادي الزمالك عنده حته الروح من كل اللعيبه عاليه غير النادي الاهلي. النادي الاهلي انا شايف فيه الروح في 2 3 4 لعيبه، لكن الباقي بيلعب عادي اللي هو يعني مفيش مشكله. لا مش هتيجي كده، هتيجي ان لازم اللعيبه كلها تبقى على قلب رجل واحد، في حماس، في حميه، في ان انا ما ينفعش اضيع الماتش ده، ما ينفعش ان انا لازم ابدا بجون واثنين وثلاثه. احنا اتفرجنا على الماتش يوم الجمعه، الطرد اللي حصل لنادي الاتحاد السكندري واثر في ادائهم، لا شفنا عكس ذلك. الاتحاد السكندري الشوط الثاني كان خطر جدا على نادي الزمالك، وعمل هجمه واثنين وثلاثه لولا تالق المهدي سليمان اللي بنقول له بجد بصراحه طلع كذا كوره كويس قوي، ثبات، واخد الخطوتين، مقفل زاويته كويس. لا المهدي سليمان اثبت ان هو حارس كبير ويستحق ان هو يعني يحرص عليه نادي الزمالك. ودي طبعا منافسه مع محمد صبحي، والاثنين داخلين في منافسه شرسه مع بعض جدا. بس اتفرجنا على الماتش بصراحه نادي الزمالك بدا زي ما قلت لكم ضغط جامد، ضغط عالي، احرز الهدف الاول. بدا الماتش سجال، بدا الاتحاد يقف يلعب كوره شويه عشان يقدر يعوض الهدف اللي جه فيه، لان الاتحاد طبعا موقفه صعب في الجدول، فبيحاول ان هو يعني يحسن موقفه في الجدول لان هيبقى سارع على الهبوط، ودي مش حلوه في نادي الاتحاد طبعا، نادي كبير زي نادي الاتحاد السكندري. طبعا حصل الطرد بتاع محمد شحاته، كده بدا الامور رجعت نقطه صفر 10-10. فشفنا الشوط الثاني الزمالك بقى عنده تحفظ شويه، بدا النادي الاتحاد يستحوذ على الكره اكتر، بدا قفشه يضيع كوره واثنين وثلاثه، اللي بنقول بدا قفشه يرجع لمستواه تاني بعد الضغط الجماهيري اللي كان عليه والضغط النفسي. بدا قفشه يفوق، بدا يرجع لواجباته الدفاعيه. شفنا كوره في الشوط الثاني ما بينه وبين خوان بنزيرا لما رجع ورجع الكوره لمحمود جنش، رجع وعمل سبرنت بسرعته. فده قفشه يعني اتمنى من الله ان قفشه ان شاء الله يرجع النادي الاهلي تاني، ان قفشه من اللعيبه اللي كنت بحبها، رمانه ميزان في نص الملعب، بياخد الكوره وبيوزع وبيشوط وبيسدد، وكان عنده سوء حظ في الكوره اللي جت في العارضه في الفاول اللي شاطه في الشوط الاول. فبصراحه انا كنت مستمتع بالماتش جدا، مستمتع بمنافسه الدوري. انا اهلاوي، والاهلي كان بيخلص الدوريات اللي فاتت من الاسبوع الخامس والاسبوع السادس، وتلاقي كده في اربع خمس اسابيع الدوري ملوش طعم. لا الدوري بتاعنا بقى ليه طعم جامد جدا، بيخليك تتفرج على كل المطوشه، بيخليك تتفرج على النادي الاهلي هيعمل ايه، نادي الزمالك هيتعادل، لا ده احنا عايزين بيراميدز يقع الماتش ده ويتعادل وده ياخد نقطه. لا بقى في حلاوه الكوره، وهي دي حلاوه الكوره ومتعه الكوره، ان انت تبقى عندك شغف، مش ان انا قاعد بتفرج على الماتش خلاص ده هيخلص ده الاهلي خلص الدوري. لا انا اهلاوي عايز اتفرج على المنافسه لاخر ماتش في الدوري، لاخر ماتش في الدوري ابقى قاعد متابع مش عارف الدوري رايح لمين. واتمنى من الله ان انا اشوف يوم الاثنين ماتش طلائع الجيش بتاع الاهلي، ان النادي الاهلي يرجع للروح بتاعته. احنا داعمين النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي ورا الفريق، بس بنقول يا رب يا رب يا رب اللعيبه تفكر من جواها كده، بعض اللعيبه تنزل تلعب بروح الفانيلا الحمراء، ان انا بلعب على بطوله كبيره، بطوله ما ينفعش ان هي تعدي مني. احنا قلنا اول بدايه السيزون، انا بصراحه نفسي كجمهور يعني كواحد من الجمهور قلت خلاص ده الاهلي بقى هينزل زيزو تريزيجيه وامام عاشور وبن رمضان ومحمد شكري في الشمال ومش عارف مين في اليمين ومحمد هاني والفرود. كنا محمد شريف كان راجع من السعوديه، قلنا هنبقى ثنائيات، وقفشه كان معاهم قبل ما يمشي في يناير. قلنا خلاص بقى الاهلي هينزل يخلص الدوري ده بعد اربع خمس اسابيع، الاهلي هياخد الاخضر واليابس.
انا بصراحه من ساعه ما الاهلي رجع من كاس العالم للانديه واخر ماتش اللي لعبه مع بورتو 4-4، وقلت خلاص بقى الاهلي يبدا الدوري، يبدا افريقيا، الاهلي في حته تانية. لقيت لا، في حاجه غلط، في حاجه مش ماشيه، في كيمياء مش ماشيه مع اللعيبه، او اللعيبه في حاجه ما بينهم مش عجباني. بس فاحنا بقى نتمنى عكس ذلك ويثبتوا لنا عكس ذلك، واحنا معاكم وفي ظهركم. على برضو على رايي، مش يعني يسترد مش فاهمه. كابتن وليد صلاح الدين زي ما شفنا في بعض اللقطات كان في تغيير هيحصل في الشوط الثاني، كابتن وليد صلاح الدين اعترض باسلوب شياكه كده مع الكابتن عادل مصطفى، وهو كان هيغير تغيير دفاعي، لا قال له الكره فيها لعب وحصل فعلا وجبنا الجون الثاني، وبدا يغير فكره ان هو ينزل مدافع ورا ثلاثه وندافع من الدفاع متاخر ونلعب بثلاثه ورا ونبقى مضغوطين اكتر. لا، حصل عكس ذلك، ونزلنا بن شرقي، ونزلنا بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، بعد كده حسين الشحات. فبدانا يتطور هجوميا، بدانا نروح نجيب الجون الثاني والثالث. فانا عايز بس تفسير منه، يعني افكارك بقى ايه؟ يعني ورينا بقى على ارض الملعب، يعني حسسنا ان في جمل، حسسنا ان في جديد. يعني نفسي احنا معاكم ووراكم وفي ظهركم ومعاكم في اي حاجه كنادي الاهلي، بس نفسنا نشوف جديد، ونفسنا لو لا قدر الله لا قدر الله ما حرزناش الدوري يبقى احنا حاولنا وبشرف. لكن حته ان احنا مش قادرين وبنكسب بالعافيه، واي كره بتروح على الجون بتاعنا بتبقى خطر، بيجي فينا جون 17 جون لحد دلوقتي في 19 مباراه. فده مش النادي الاهلي. النادي الاهلي اقوى من كده واحسن من كده واداؤه احسن من كده، ومنتظرين من اللعيبه كتير اداء افضل من كده، ماشي. وكل الدعم للكابتن محمد الشناوي. كابتن محمد الشناوي احسن حارس في مصر. كابتن محمد الشناوي شايف فيه هجوم عليه على السوشيال ميديا، كابتن محمد الشناوي حارس مصر الاول. مصطفى شوبير على عيني وعلى راسي، حارس كويس جدا وحارس طالع وحارس هيبقى ان شاء الله ان شاء الله ليه مستقبل كبير مع النادي الاهلي. لكن الكابتن محمد الشناوي حارس الخبره، حارس تطمئن له وهو واقف في المرمى، من توجيهاته للمدافعين بتاعته، قائد في الملعب. قائد في الملعب يا جماعه، ما ينفعش ان انا افضل كل شويه الاقي الشناوي اعتزل، الشناوي كفايه عليك كده، انت ما بتفردش ايدك، ده انت ايدك فيها يا جماعه. حارس المرمى ما نجيش عليه قوي كده ونضغطه وننزل معنوياته للصفر عشان نخسره. لا، كابتن محمد الشناوي كل الحراس بتخطئ وكلنا عندنا اخطاء، لكن سرعان ما بنزول الاخطاء دي ونرجع تاني نبقى احسن من الاول. فانا كابتن محمد الشناوي انا في ظهرك يا كابتن، وكل جماهير النادي الاهلي في ظهرك. وعجبني جماهير النادي الاهلي في ماتش المقاولين نادوا على الشناوي وحيوه، والشناوي السد العالي، لان هو فعلا محمد الشناوي السد العالي، ومصطفى شوبير حارس كويس وان شاء الله ياخد فرصته. بس الكابتن محمد الشناوي رقم واحد في مصر، وان شاء الله ان شاء الله يا شناوي تبقى في فورمتك وتبقى حارس منتخب مصر الاول في كاس العالم. وان شاء الله يا محمد يا شناوي هيبقى ليك دور مع النادي الاهلي في احراز الدوري وبطوله افريقيا، وهترجعوا تقولوا انا خاله قال الكلام دوت. لان الكابتن محمد الشناوي انا بيعجبني الكاريزما بتاعته وشخصيته في الملعب، لان هو قائد وبيقدر يوجه اللعيبه وبيقدر يطلع من اللعيبه كل اللي في الملعب. واتفرجوا على اللقطات وهاتوا الكواليس، شوفوا محمد الشناوي بيعمل ايه جوه الملعب وهو بيلعب، وحتى لو بره الملعب. في ظهرك يا كابتن محمد، وان شاء الله ان شاء الله نقابلكم في حلقه جديده مع كوره مع خاله. وكل سنه وانتم طيبين ونهاركم ابيض وصباح الفل.